ولا كفتة رز ولا كوبيبة غمراوي، ده الكباب الشرقاوي، كباب الكوابري، كباب الأكابر، بنص كيلو لحمة مفرومة، حلة هنية تكفي 100. بيعملوه في الشرقية في العزومات الكبيرة جنب البط والحمام واللازم منه. بس أنا شايفاه لوحده كده أكلة متكاملة، ما بيحتاجش جنبه حاجة. سمي الله وصلي على رسول الله. وتعالى أقولك الكباب الكوابري بيتعمل إزاي. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، تفضل تكون من الرقبة، يعني قطعية من رقبة وتكون ناعمة مفرومة وشين. معايا كيلو من الرز، اهم حاجه تكوني غسلاه ومصفياه، كل حاجه مغسوله ومتصفيه، دي اهم حاجه. الخضره بتاعته بقى بياخد بقدونس وشبت فقط لا غير، ما بياخدش كزبره خضراء عشان ما يقلبش محشي. كمان معايا بصله مفرومه ومعلقه من الثوم المفروم. هقطع الخضره كده، دي تقريبا ربطه بقدونس ونص شبت. وحطيت كله بقى في الكبه، اللحمه على الخضره على البصل على الثوم، على معلقه صغيره من الكربوناتو، وسماغي كل حاجه مع بعض بالشكل ده. اول ما تنعم كده تديكي عجينه خضراء، وهو ده اللي انا عايزاه. دلوقتي بقى احط ايه؟ هما بيحطوا له قرن فلفل حامي كده، انا عندي فلفل مفروم فهنزل بمعلقه، واحط كل المكونات تاني اديها تسميغه كويس. اهم حاجه اللحمه تتسمخ كويس جدا جدا في الكبه، او زمان اجدادنا كانوا ايه، بيدقوها. جبت بقى كيلو الرز عندي المغسول، وحطيت عليه الخلطه بتاعتنا. وبيحطوا توابل فلفل اسود فقط لا غير يا جماعه، ما بيحطوش فيه لا كمون ولا كزبره ولا سبع بهارات ولا اي حاجه. انا من نفسي بزود بس رشه حبهان بودر عشان زفرت اللحمه. وبتحطي الملح بتاعه معلقه كبيره على المقدار ده كله. بنحط بقى في الحله كده بصل فلفل بطاطس، زمان بوريكم كانوا بيحطوا الشوك كده بالطول وبالعرض ويصبعوا الكباب الكوابري. بس براحتك، عايزه تحطي طريقه الشوك تحطي حلقات البطاطس والبصل والفلفل، حاجه ترجع لك. الهدف كله ان الكباب ما يلزقش في قعر الحله. هبتدي بقى اشكله صوابع كده. معقول يا مريانه كيلو رز على نص لحمه بس؟ هقول لك والله كده، ولو مشيتي على المكونات مظبوطه هي دي الطريقه الصحيحه للكباب الكوابري او الكباب النافش. صبعته كده، سمغيه بين ايديكي كويس قوي، هتحسي انه مفرول بس هيمسك معاكي. معلقه الكربونات مهمه جدا بتخليه متماسك. الصلصه بتاعته بقى كده، انا اصلا كنت عامله تخديعه بتتعمل ازاي. بتتعمل بصله تصفريها مع سمنه وتنزلي بالصلصه، ويكون عندك شوربه حلوه، شوربه بط بقى، هم اساسي هناك لازم يعملوه بشوربه البط. وتسيبي الصلصه تغلي وتنزلي بيها على الكباب الكوابري، وتكون الشوربه والصلصه مغطيه فوق الكوابري كده 10 دقائق على نار عاليه. بعدين تهدي النار وسط، هيقعد 50 دقيقه، يعني بيقعد ساعه على النار. هتطلعي صباع كده وتدوقيه هتلاقيه استوى، اللهم بارك. ريحته يا جماعه كباب، يعني ريحته وهو بيغلي على النار كده كباب كوابري. انتوا فهمتوا الصلصه الاول ولا لا؟ انا قلت بصله وتخدعي طماطم، اول ما تتسبك تنزلي بالشوربه الدسمه مع ملح وفلفل. برضو ما بيحطوش في الصلصة أزيد من الفلفل الأسود. بصوا بقى الجمال، واسمه كباب كوابري نسبة لمدينة أبو كبير اللي هي أصلا أصل الأكلة، وأصلا أبو كبير دي فين؟ في الشرقية. فاسمها كباب كوابري، أحلى كباب شرقاوي، هيعجبكم جدا.